ما العلاقة بين نهر النيل ومناخ مصر والنشاط التجاري؟ قال لك نهر النيل ساعد على التبادل التجاري من الجنوب للشمال بسبب الانحدار، ومن الشمال للجنوب بسبب الرياح، وتنوع المناخ ادى الى زياده التبادل التجاري ما بين المصريين. الاثنين زودوا التبادل التجاري ما بين المصريين. اشرح العلاقه بين عامل قيام الحضاره المصريه القديمه ومصادر دراستها الاوليه. عندك يا سيدي من عامل قيام الحضاره المصريه القديمه الصخور والمعادن اللي استخدمناها في صناعه الاثار اللي هي بتعادل المصادر الاوليه. من عامل قيام المصادر اسمه ايه عامل قيام الحضاره المصريه القديمه المناخ الجاف اللي حافظ على بقاء الآثار. عندك إيه كمان؟ انحدار نهر النيل وإن هو بيجيب معاه طمي، وده ساعدنا على إنشاء أو استخدام الأستراكة. طب والطمي كمان غير الطمي، نهر النيل كان بيخلينا نزرع نبات زي البردي اللي خلانا نستخدم نبات البردي في عمل ورق البردي. كل دي مصادر أولية ساعدنا عمل قيام الحضارة في إن هي تكون موجودة. وضح العلاقة بين موقع مصر الفلكي وقيام الحضارة المصرية القديمة. موقع مصر الفلكي خلاها تقع في إقليم مناخ صحراوي. طب والمناخ الصحراوي جاف، والمناخ الصحراوي الجاف حافظ على بقاء الآثار، ساعدنا على الاحتفاظ بالحضارة المصرية ما تنتهيش ولا تختفي.